الدكتور أحمد عبد النبي مدير عام مستشفى معهد ناصر، وهي المستشفى الأقرب إلى مسرح الأحداث، لنأخذ منه بعض التفاصيل عن الحالات اللي وردت إلى المستشفى اليوم. مساء الخير دكتور أحمد. مساء الخير يا أستاذ. احنا عايزين نعرف من حضرتك بداية بدأت الحالات الإصابة تتوافد منذ الساعة كام؟ الحالات كلها بدأت تتوافد علينا من الساعة 7 مساء تقريبا أو 7 وربع بالظبط. عدد إجمالي الحالات اللي وصلت لغاية دلوقتي 71 حالة، 42 حالة منهم أفراد الجيش من القوات المسلحة، في 15 حالة من الأمن المركزي، والباقي كلها إصابات مدنية. 8 حالات منهم تم دخولهم للمستشفى، اتحجزوا في المستشفى. 4 منهم من القوات المسلحة و4 حالات مدنية، منهم حالة دخلت مباشرة على العمليات وحالة جاي متوفي من الخارج. دكتور أحمد، إذا اتكلمنا عن درجة الإصابات أو نوعية الإصابات المصابين جم عليها المستشفى النهارده. الإصابات كلها بتتراوح ما بين كسور وما بين خدوش وما بين جروح قطعية ما بين الرأس وما بين الجسد كلها. حالة واحدة بس اللي فيها طلق ناري في الكوع. طب بالنسبة، هل هناك حالات وفيات جت للمستشفى اليوم؟ حالة واحدة بس اللي جت متوفاة من الخارج في سيارة الإسعاف. هل معظم المصابين اللي جم النهارده جم من منطقة مسبيرو وعبد المنعم رياض ولا؟ كله من مسبيرو، كله من أحداث مسبيرو. طيب حضرتك الليله دي الاحداث دي، هل في طبعا في حاله طوارئ بالنسبه للمستشفى، واعتقد ان هي شدت الامور دي؟ الطوارئ على طول، احنا هنا في معهد ناصر طبعا احنا مركز الكوارث، فاحنا اوريدي دايما بنبقى مستعدين للحالات ديت، وهي اشبه بجمعه الغضب زي ما بنقول بالنسبه للتيم بتاع معهد ناصر. بس الحمد لله كل التخصصات موجوده، كل الناس قايمه بدورها على اكمل وجه. ان شاء الله ربنا يتمها على خير وتعدي على خير باذن الله. ان شاء الله يا فندم. زي ما شفنا لبنى وشريف، احنا دلوقتي امام معهد ناصر مستمرين معاكم لنقل كل ما هو جديد، لكن سيارات الاسعاف لا تتوقف عن القدوم الى هنا الى المستشفى لنقل المصابين من منطقه الاحداث. زميلنا يوسف عابدين، انا بشكرك على وجودك معنا، وبالتاكيد بنتابع مع حضراتكم كل التطورات ونرجع